مرحبا بكم. إذا أعجبكم هذا المقطع، اضغطوا على الزر أدناه لمشاهدة الفيديو كاملا والاستمتاع بكافة التفاصيل. يعد العسل من أروع الهدايا التي من الله بها على الإنسان، فهو غذاء ودواء في آن واحد. تختلف أنواع العسل باختلاف الزهور التي يجمع منها النحل رحيقه، ولكل نوع خصائصه وفوائده المميزة. عسل الدغموس يعرف بقوته في تقوية المناعة وعلاج مشاكل التنفس والجلد. أما عسل الخروب فهو مفيد للهضم وينشط الجسم ويمنح طاقة طبيعية. ويعتبر عسل الزعتر مضاداً للبكتيريا ويساعد على تهدئة السعال، بينما عسل اللافندر يهدئ الأعصاب ويحسن النوم. وعسل الأكاسيا مشهور بلطافته على المعدة ومناسب لمرضى السكري، كما يفيد عسل السدر في تقوية القلب وتنقية الدم. ولكل هذه الأنواع طعم مميز ولون مختلف يعكس مصدرها الطبيعي. إن تناول ملعقة من العسل يومياً يساعد على تعزيز الصحة والوقاية من الأمراض.